مساء الخير، معاكم الخبير المصرفي وليد عادل. النهارده انا طالع اتكلم عن طريقه فتح الحسابات البنكيه. لو انت عايز تفتح حساب او حضرتك رايحين تفتحوا حساب، ايه المفترض الخطوات اللي انتوا محتاجين تعملوها عشان تفتحوا حساب بنكي؟ طبعا احنا عارفين ان الفتره ديت في حاجه اسمها الشمول المالي، وهي ان الدوله والبنك المركزي بيدعموا دخول جميع الافراد او الشركات اللي ملهاش حسابات بنكيه ان يتم فتح حساب بنكي لكل فرد موجود داخل جمهوريه مصر العربيه. طيب ايه المطلوب من حضرتك علشان خاطر تفتح حساب بنكي؟ حضرتك عشان تفتحوا حساب بنكي المفترض ان انت تختار الاول البنك اللي انت عايز تتعامل معاه. يعني في ناس معينه بتحب تتعامل مع بنوك معينه على حسب راحتك، او على حسب لو كان ليك حد انت تعرفه في البنك دوت وهو هيسهل لك اي خدمه او اي حاجه انت محتاجها جوه البنك. طيب هتروح البنك وانت رايح، المفترض ان في مستندات، لازم المستندات دي تتوافر معاك علشان خاطر تقدر تفتح حسابك البنكي، زي مثلا صوره بطاقه شخصيه مع اصل البطاقه الشخصيه بتاعت حضرتك وانت رايح، وتكون البطاقه ديت ساريه، يعني يكون في تعامل بيها او ليها صلاحيه لسه ما انتهتش لغايه دلوقتي. طيب ايه تاني؟ المفترض ان يكون في اثبات للعنوان، يعني مثلا ايصال كهرباء، ايصال غاز، ايصال ميه، ما يكونش عدى عليه اكتر من 3 شهور. وكمان لازم يبقى فيه اثبات للدخل، شهاده دخل لحضرتك من المكان اللي انت بتشتغل فيه، ويكون برضه ساري، ما يكونش عدى عليه شهر او شهرين بحد اقصى يعني، بس خلينا نقول ان هو ما يكونش عدى عليه شهر. طيب بعد كده حضرتك رحت البنك هناك، بتبتدي تتكلم مع مسؤول خدمه العملاء اللي هيبتدي يفتح لحضرتك الحساب البنكي، ويبتدي يخليك تمضي على بعض المستندات والاوراق الخاصه بفتح الحساب البنكي، زي مثلا طلب فتح الحساب. وبرضه هيطلب من حضرتك ان انت المفترض يكون معاك مبلغ من المال ان انت هتحطه. ده طبعا بيختلف من بنك لاخر، بس ما بيزيدش عن في بعض الاحيان عن 4 أو 5000 جنيه. بتحطهم وانت قادر على انك بيكون لك القدره على انك تسحبهم في تاني يوم من بعد ايداعهم جوه الحساب. بعد كده بتقدر حضرتك ان انت تتعامل على الحساب البنكي، وبتطلب منه ان يتم عمل بطاقه صراف آلي ليك عشان خاطر اي مبالغ موجوده داخل الحساب تقدر تسحبها من مكنه الصراف الآلي. بعد كده كان معكم الخبير المصرفي وليد عادل، وبشكركم على متابعتكم.